ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم حلقه جديده في كورسنا ال HTML، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهيفيدنا بعد كده في الكورسات اللي جايه، وهو البلوك elements والinline elements والinline block elements. ايه هي البلوك elements وايه هي الinline elements وايه هي الinline block elements؟ شكل الموضوع كبير يعني. اول حاجه البلوك elements هي العناصر اللي هي بتاخد صف لوحدها. ممكن تقول كده العناصر الطماعه اللي هي بتحب تاخد سطر لوحدها او لاين لوحدها. بيبقى ليها ويتس وهايت اللي هو عرض، طول وعرض، وبيبقى لها بادنج ومارجن. بادنج اللي هو بيبقى المساحه الداخليه، الفروق الداخليه، والمارجن اللي هي الفروق الخارجيه. هنتكلم عنها في كورس السي اس اس ان شاء الله. ده البلوك دايما بتبقى بتاخد مساحه لوحدها، ودايما يعني بتاخد مساحه الصفحه كلها. الويتس بتاع العرض بتاعها بيبقى طول الصفحه كلها. يعني ممكن تقول كده ما بتسمحش لاي عنصر تاني يبقى موجود في الصف ده. من امثله البلوك اليمنتس الاتش عندنا، زي ما احنا لو لاحظت قبل كده لما احنا شرحنا الهيدنج، مثلا كتبنا هالو وورلد مثلا هنا، وكتبنا مثلا تحتيها اتش تانية، اي كل الهيدنجز بقى. يعني كتبنا هالو وورلد بس، او هالو مثلا بس، وجينا نشغل. لو لاحظت هنا هتلاقي ان كل اتش او كل هيدنج واخد لاين لوحده، واخد صف لوحده. ليه؟ لانه بلوك اليمنت وليه حجم معين. حتى احنا لو حبينا حبيت اوريك مثلا ان هو واخد فعلا العرض كله. حطوا له مثلا باك جراوند، باك باك جراوند كولر ريد مثلا. كده حطيته ست. ما تركزش في الاستايلات دلوقتي، انا عايزك بس تفهم. فهتلاحظ هنا ان هو واخد فعلا العرض كله، ما عدا طبعا المسافات دي بتبقى معموله هي دايركتلي، بتبقى محطوطه يعني. فهو البلوك ام زي ما كده عرفنا ان هو بياخد المساحه كلها بتاعه الصفحه. تمام. وبيجبر كل الاليمنتس اللي تحتيه ان هي تبقى تحتيه. يعني هي ما فيش حاجه بيبقى بالصف معاه. طبعا بقى بتبقى في حاجات بتتعمل كده، تبقى كاستم ستايلز تعمل بحيث انك تخلي في حاجات تبقى معاه، ممكن اليمنتس تكون في نفس الصف معاه، بس دي بتبقى كاستم يعني مش ده الديفولت. احنا بنتكلم دلوقتي عن الديفولت او الطبيعي. طبعا برضك من الاليمنتس اللي بتعمل لها حساب برضك الديف. الديف برضك من البلوك اليمنتس. الديف بيحتاج له مساحة لوحده. ممكن تلاحظ لو عملنا كده، لو عملنا كده برضك، لو بصيت هتلاقيه عمل نفس الموضوع. يعني هتلاقيه خد الصف كله. فالديف برضك من العناصر اللي هي بتاخد الصف كله. طب تاني نوع عندنا هو الانلاين. الانلاين ده element، او الانلاين elements دي بتبقى عناصر ما بتحدد لهاش بالديفولت، يعني ما بتحدد لهاش عرض ولا طول ولا الفوارغ اللي هي بتبقى بينها من جوه ولا من بره. وبتسمح انك تبقى تحط معاها حاجه تانية. يعني مثلا خلينا نجرب كده حاجه. دلوقتي لو حطينا H1، حطينا مثلا جواها اللو، ورجعنا هنا لقينا هتلاحظ ان كلمه هلو موجوده عادي، مش مشكله. انت عايز تحط جنبها كلمه تانية، آه بس ما تكونش في الاتش 1 ده. انت مثلا عايز تخلي كلمة تانية تبقى مثلا بلون تاني. ففي حاجة عندنا مثلا من العناصر اللي هي الانلاين، اللي هي السبان. السبان دي ممكن تقول حاجة زي الديف بس انلاين. مثلا هالو وورلد اهو، كده احنا حطيناها يعتبر جنبها، ظهرت جنبها. ليه؟ لانها انلاين اهو يا عم. حتى لو خرجناها حتى هتبقى انلاين. طبعا هي نزلت تحت ليه؟ لانك اصلا هو زي ما احنا قلنا ان هو واخد المساحه كلها. فهي دايما يعني او غالبا بتحط في الاليمنتس البلوك. الانلاين بتتحط في الاليمنتس بلوك. ليه؟ لان البلوك بياخد المساحه كلها اصلا. فانت يعتبر انت ما حطيتلهاش قيمه او ملهاش قيمه لو ما اتحطتش جوه حاجه، بحيث انك اصلا بحيث ان هي تكون جنبها. فدي وظيفه الانلاين. من امثلتها زي ما احنا قلنا كده السبان. في حاجه تانية زي الايه ده اللي هو اللينك وكده. ممكن مثلا تحط اتشرف جوجل مثلا، نحط له اللينك ده، نقول له جوجل. ده برضك من العناصر الانلاين.
كده ظهر هنا برضو انلاين. من عصر الانلاين زي ما احنا قلنا ما بيتحددلوش ويدث او هايت، ما بيتحددلوش طول او عرض، ولا بيبقى ليه فوارغ، ولا بيبقى ليه اي حاجه. تمام. ايه بقى هو الانلاين بلوك؟ يعني ايه ده؟ ركز معايا. الانلاين بلوك هي العناصر اللي بيبقى ليها بتحترم جدا الطول والعرض والمسافات، حتى اللي هي بتبقى موجوده بين الكلام وكده. بس الفكره ان هي بتبقى تدي مساحه انك تحط جنبها عناصر تانية. الانلاين بلوك elements احنا ما بتطبقش كده، بس احنا عايزك تعرف بس دلوقتي احنا بنحط لها ستايل ديسبلاي بيبقى انلاين بلوك. كان عايزك تعرف انت دلوقتي ان الانلاين بلوك ده بيحترم جدا الويدث والهايت، وفي نفس الوقت لما بتيجي تحطه هو بيحترم جدا ان ممكن تحط elements جنبه مثلا. وبس كده، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، واتفرج على الفيديو ده كتير عشان تعرف الفرق بين البلوك والانلاين بلوك، وحاول ما تلخبطش بين البلوك والانلاين بلوك. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.